بالاعتداءات ما قدروش يربحونا، اقتحام ارضيه الميدان ما قدروش يربحونا، السب والشتم ما قدروش يربحونا، بالحكم ما قدروش يربحونا، زادوا شوط اخر 19 دقيقه وما قدروش يربحونا، حاولوا استفزاز والتاثير على غرفه الفار وما قدروش يربحونا. اتحاد العاصمة في النهائي لا تستفز الجزائري، لا تستفز الجزائري. الرجال اخويا هادو هما لي زوم اللي اسمع اخويا حنا ما نبوسوش اليدين، حنا اليدين ما نبوسوهمش. الخطه ديالهم هما نجحات، داروا لكم البلبله، خرجوكم من المباراه. واحد لي باش على المغرب زعما ميبارطاجيو على الماتش ديال اسماء اللعيبه اللي زعما اللي كانوا يضربوا بسبته وكذا، زعما يبارطاجيو تاعهم هادو ما لازمش يخرجوا من المغرب، وهادو ما زعما لازم يريحوا، يشدوها ما تحشوها، ما ديرونا جا كيما تاع ابو القاسمي تاعما وتلقاو سبب حاجه اللي اختار نولوا صح نعملوكم بالمثل. جا انسان جوار اسمه سيبورتير بسيط جا يشوف الماتش يعاود يروح لدارهم، ما كان كاع تشدوها خرجتوا هما لي فيديو الاولانيين وكلش راهو باين في الفيديو، ما كان كاع تحشوها لنا وخاوتي اذا راكم تما جميع انسان داوه ولا توقفوا معاه ما تقولوش بلا بلا، كيف تقولوا كيف القنصل الجزائري متواجد قرب دكة بدلاء اتحاد الجزائر. ما هي صفته ولماذا هو موجود؟ من البار انا كنطلب السلطات اللي جديتو طبقوا عليه 507 ضربوا والدين امو ب10 سنين. راني نشوف بلي بداو يخرجوا بعض الاشخاص ويقول لك هذا يبقى هنا وهذا ما يروحش. نطلب من مسؤولي الكره الجزائريه وعلى راسهم صادي ارجاع كل مناصري اتحاد العاصمه كل ولا ينقص منهم احد ان شاء الله بربي. الرابح الأكبر من هذه المباراة هو الاتحاد الجزائري والجمهور ديال الاتحاد الجزائري وحتى الشعب الجزائري، لأنه فعلا جا المملكة المغربية رحبوا بهم وكلوهم شربوهم كساوهم وزادوا عطوهم تيكيات بالمجان. لا حنا خاصنا نديو كأس العالم في التمرطيح والحجارة، لا زعما كاينه لا هذه كاينه، لا هذه ما لا تناقش. الحجاره والتمرطيح والحجاره تاع البراري المغاربه بعض المغاربه هما خاصهم يديو فيها الكأس العالم والميداليات الذهبيه. يا اختي فين ما كان شي واحد في العالم ما عنده شان، ما عنده كرشان، ما عنده ما تعرفوا حتى واحد ما معروفش يجي حتى المغرب ويعرفوه براني يكبروا لي الشان ويكبروا لي البعره. المهم بدايه شي سفيويين استقبلوا عندهم الناس ديال الفرقه، ما فهمتش انا هاد قله النفس وهاد قله العراض اللي شي وحدين عندنا كيفاش تقبل انك تستقبل تغولي عندك في الدار. ثانيا وهو ذات الهمجيه اللي داروا الانصار ديال الفرقه ديال ايتوركا في التيران، نزلوا للتيران مشاو مهجمين على الانصار ديال الفرقه ديال اسفي الروينه. واش هادو جماهير ولا ميليشيات؟ هذا هو السؤال المطروح. الجزائري كيسافر من الجزائر حتى المملكه المغربيه باش يدير الشغب، راه ما كتوسخوش الصوره ديال المغرب، كتوسخوا الصوره ديالكم، كتزيدوا غير توسخوا الصوره ديالكم. حنا يسمونا لي زالجيريا، حنا نجيبوها نفم السبع. الصوالح اللي درتوهم هذوك الصوالح للشغب واللي دخلتوا للتيران ومنا وحكرتوا لي سيبورتور ولي جوال، هذوك ما نقصوش لي جوال، هذوك زادوا فيهم. لكن في مباراه الاياب هذه اللي يعني في هذه الليله جماهير اتحاد العاصمه بدات تستفز وتشتم الانصار والصحفيين، بل انه البدايه كانت بالاعتداء، يعني باقتحام البعض للملعب للاعتداء على الصحفيين، وانتهت القضيه باقتحام ملعب حتى من جماهير النادي المنافس. السبب هو الصحراء المغربيه، لانه جماهير اولمبيك اسفي رفعت شعارات تتغنى بها باراضيها بالصحراء المغربيه. هذا امر طبيعي جدا في اطار داخلي، المباراه تجرى في المغرب، من حقهم ان يرفعوا الشعارات التي يريدونها. الا كانوا جماهير فخصهم يكون عندهم الروح الرياضيه وتنطبق عليهم قوانين الشغب، والا كانوا مصيفطين ميليشيات هذاك لا مافر. رايت هكا ما عمرهم يديروا عقلهم وما عمرهم يحترموك انت كمغربي ولا يقدروك. جماهير اتحاد العاصمه والجماهير الجزائريه تتورط مره اخرى في اعمال شغب واعمال لا اخلاقيه في اطار مباراه في منافسه افريقيه بين اتحاد العاصمه واولمبيك اسفي المغربي. ليس البدايه كانت في مباراه الذهاب لما جماهير اتحاد العاصمه شتمت واستعملت عبارات عنصريه ولا اخلاقيه ضد نادي اتحاد اسفي، لانه لم تكن هناك جماهير مغربيه في الجزائر، لانه الجزائر كوريا الشماليه في شمال افريقيا. الرجال يجيبوها من المغرب فينال كوب دافريك خويا، بلا تزيد تعاود خويا. داكشي علاش ترامب قال لهم الجمهور الجزائري كل واحد باغي يضموندي الفيزا يحط 15,000 يورو ضمانه، حقاش عارفكم وشافكم في كاس افريقيا اللي تنظم في المغرب وداتو المغرب. يعني جيتو من الجزائر باوامر من الفوق وصاوكم باش ديروا الشغب في المغرب، باش ديروا الضغط على الفريق ديال اسفي. مع التالي وسام
كاليفي. صرالكم كيما لا كوب دافريك مع ليكيب ناسيونال تاعكم، درتو الكولاسه وشريتو لي ماتش وشريتو لي زاربيت، مع التالي واش ديتو كوب دافريك؟ ما ديتوهاش، ديتوها عاود كولاسه ياك تحت الطابله. هذه هي، ما تربحوش هكا وما تنجحوش. في هذه الصورة مرة أخرى وهناك صور توضح أنه كان يتحدث إلى بعض أعضاء فريق اتحاد العاصمة. بأية صفة يوجد قنصل الجزائر قرب الميدان؟ هي هذه الصورة مرة أخرى. لذلك قلت لكم بأن أحيانا النقل التلفزيوني هناك حرص من عدم إظهار الأشياء، يجب أن تظهر هذه الأشياء. هذاك بغيت تفضل نكبر لك الشان، واقيلا غنتخبوا عليك تولي حتى هو رئيس الحكومه. الاخرى خلاو ما داروا، مشينا عندهم ضربوا اللاعبين بالقراعي، عيروا الملك، ضربوا الدراري تاع 17 سنه، ناس فرقت بركان جلسوهم في الارض، بيتناهم في المطار في الارض، محيدين لهم الباسبورات، الاهانه. حنا تيجيو حتى لعندنا، ناس اسفين والله حتى طيحتوا الدل على المغرب، انا نقولها لكم طيحتوا الدل على ناس اسفي احرار اللي ماتوا على ديك الارض، طيحتوا عليهم الدل. جبتوا اخرى ما كيسووا حتى بعره، دخلي لهم لدياركم. كون كان شي واحد جاي من بني ملال ولا جاي من مراكش ولا جاي من سطات ما تدخلوش مغربي. لا كان براني تبع عندكم الحزاره تاكل فيكم الدوده علاش البراني كتعب فيكم الدوده، خاصكم تدخلوه وتحزروه وتعطيوه وتبينوا حنا الكرام والصواني والبراد. ابراهيم ولاو تيهزوا ديك الجمله ديالنا ديال سير الله يعطيك العزومه ديال راك فيها، ولاو تهزينا حتى هي خنشلوها، ولاو تيقولوا علينا ونيت عندهم الصح، الله يعطيكم العزومه ديال راكم درتوه لينا، طيحتوا علينا الدل. اسيدي حنا ما بغيناش هاد الناس يبقاو يجوا عندنا، وقاطعوهم، وحنا تنقول لكم بغينا نقاطعوا هاد الناس وانتم مدخلينهم لدياركم. واش نتوما بشر؟ واش بصح نتوما مغاربه؟ والله حتى راكم فقستونا وطيحتوا علينا الدل. صاي الالجيريان الجزائري كيتخلف فيه وتحقره، هذاك فين تزيد تشعله، صاي هذاك فين تزيد الكرينطا فيه، صاي مقلب سطاتك وكاع الصوالح اللي درتوهم كاليفي ليازما كاليفي الى نهائي كاس الكونفدراليه الافريقيه رغما عنكم ورغم الكولاسات تاعكم. لكن جماهير اتحاد العاصمه ردت بالسب والشتم وسب الامهات، ونحن نعرف ربما من لم يعيشوا تلك الفتره ينسون بانه في 2009 مثلا في قضيه مباراه الجزائر ومصر واحداث درمان، النظام الجزائري نفسه جند يعني ناس حتى مجرمين وقتها من اجل ارسالهم للاعتداء وللضرب وغيرها من الامور. معناتها النظام الجزائري له سوابق في هذا الاطار، لانه هذه القضيه بعيدا تتجاوز حدود الرياضه، لانه النظام الجزائري دائما ما يوظف اي شيء من اجل ادخاله في السياسه، بالاضافه الى اسئله بسيطه: ماذا كان يفعل القنصل الجزائري فوق ارضيه الميدان؟ من الجوار من الاداره ما تسمعوا حتى سيبورتير راح لتما وقعد لتما يقعد يتجرجر في الحباس 3 شهور 4 شهور 5 شهور شهرين، خاص كاع يبارطاجي في لي باج زعما كيما صارت شوف المقدمه تاع رؤوف، شو صار لرؤوف؟ المقدمه تاع رؤوف هكذا تشرب شغل بلي بتي ديطاي سوا صارت قبل رؤوف هكذا حتى الدواء، زعما الضغط على الصحافات هاد اللعيبات تصاورهم لازمش يخرجوا، زهرتك بالسبته تهبط بكرسي ضربك بالسبته، شغل ولد صغير قلعت نورمال ما فيها والو، هذا هو سطات. انتم قلتوا هذه حاميه في البلاطو تاعكم، هذه شغل داخله في التشجيع الفارغ، ماشي مشكل ما السبته هذيك داخله في التشجيع الفارغ. هذا ما يدل بأن الجزائري يعني أكبر خطأ وقع فيه المغاربة أنهم خلطوا في الجزائريين. الجزائري كيتخلط فيه يزيد يهيج أكثر وتزيد تشحنوا أكثر وتزيد تستفزوا أكثر. دخلوا للتيران، هرسوا لك الكراسة، فلقوا لك الصحفيين، شبعوا فيك سبان، قالوا كلام على الصحراء المغربية، اللي رجعوا الفيديو تشوفوا شنو قالوا على الصحراء المغربية، وربحونا وداو بطاقة ديال التأهل عن جدارة واستحقاق بكل رجولة، خداوها لنا من بلادنا ومشاو فرحانين. شكون اللي رابح؟ هو الجمهور أو الشعب الجزائري.